تمن علامات غريبة بس حقيقية نفسيًا بتظهر على اللي بيحب ومش قادر أو خايف يعترف. رقم 1، بيحاول يقلدك من غير ما ياخد باله، هتلاقيه دايمًا بيستخدم نفس كلماتك، نفس أسلوبك، نفس طريقة ضحكتك. ولمّا تسأله مثلًا أنت بتحب أغنية إيه؟ هتلاقيه بيحب نفس الأغنية اللي أنت بتحبها، وده بيحصل بشكل لا إرادي لأن العقل بيحاول يقرب من اللي بيحبه بأي شكل. رقم 2، بيبقى حذر زيادة عن اللزوم في تعامله معاك، يعني كل كلمة بيقولها بيقعد يحسبها، لأن هو مش عاوز يظهر مشاعره وفي نفس الوقت مش عايز يضايقك أو يبعدك عنه. فهتلاقيه ساعات بيتصرف بطريقة متناقضة، شوية بيقرب وشوية تلاقيه بيبعد فجأة. رقم 3، لغة عيونه بتفضحه حتى لو بيحاول يخبي كل حاجة، بس العيون دايما بتتكلم. يعني تلاقيه نظراته مركّزة معاك فترة طويلة شوية، ولمّا ياخد باله إن أنت ملاحظه، تلاقيه بيحاول يهرب بعينيه بسرعة. رقم 4، بيفتكر حاجات أنت نَفْسك نسيتها، حاجات عادية بسيطة، تاريخ بسيط أنت قُلته، موقف صغير أنت قُلته، وده دليل إنّك واخد مساحة جوّه دماغه أكتر مما أنت بتتخيّل. رقم 5، بيحاول يوصل لك برسايل غير مباشرة. يعني بوست على السوشيال ميديا، أغنية على الستوري، أو كلام عام حتى البوستات كأنه مش موجه ليك لكن في الحقيقة هو بيتقال علشانك. رقم 6، بيتعامل معاك كأنك مهمة بالنسبة له حتى هو بيحاول يتجاهلك، يعني بتلاقي التجاهل ده محسوب. انت بتحس انه مش طبيعي وتجاهله ليك انت بتشوفه كمان انه هو غير مبرر، ولكن انت بتلاقي منه احيانا تجاهل. رقم 7، بيتوتر لمّا بتقرّب منّه زيادة، لإن اللي بيحب وما بيقولش تلاقيه بيعيش صراع نفسي داخلي كده، فلو قرّبت منّه أكتر من اللازم تلاقيه يبتدي يتلخبط، وتحس إنه بيتراجع خطوة كده كإنه خايف يتكشف. رقم 8، ساعات بيحاول يضايقك بشكل بسيط، يقول كلام مستفز أو يعمل نفسه مش مهتم بيك، بس الحقيقة إنه بيختبر رد فعلك، هو عاوز يعرف هو لسه ليه تأثير عليك والّا لأ.